السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال. يعني كنت بمر في أول الشهور اللي كنت قاعد فيها في مصر بحالة من الزعل كده والرغبة في البعد عن الناس، لدرجة أنا ما كنتش بنزل من البيت لشهور طويلة. الحمد لله على كل حال، حتى وقت صلاة الجمعة ربنا يسامحني، وكانت من الحاجات اللي بتزعلني إن ما أقدرش أنزل حتى أصلي الجمعة، وقدر الله ما شاء فعل. وفضلت فترة زعلان جامد من نفسي. حتى وقت رمضان أنا كنت يعني بصلي وبصوم، بس ما بنزلش لأن مش قادر أنزل الشارع، حتى ما بنزلش إلا بس للجلسات بتاعة الحجامة بتاعتي. لحد آخر يوم في رمضان سبحان الله يعني فكت شوية، وكنت قاعد أسمع قرآن كريم على الساعة 3 الفجر كده، وربنا سبحانه وتعالى يسر لي الحال إن أنا تدبرت في معاني الكلام اللي أنا سمعته، فرحت نازل مصلي أول صلاة فجر أصليها من فترة طويلة في الجامع. والحمد لله من ساعتها بجتهد إن أنا واظب على صلاة الفجر في الجامع، عشان هي خير وبركة، وباقي الصلوات كلها في الجامع الحمد لله قد ما بقدر يعني. وبسامح نفسي برضو لو حاجة حصلت أو كده، لكن كنا فين وبقينا فين، لأن هي العبرة مش مين بعيد ومين قريب ومين بيعمل ايه، العبرة مين بيتوب مين بيقرب. طبعا ربنا يهدي أي حد بيبعد مهما كان قريب، لو هو بيبعد يبقى هو في فتنة، ومهما كان بعيد لو هو بيقرب يبقى هو في خير. الحمد لله على كل حال. المهم ان عايز اقرا لكم الايات دي، لان الايات دي لها الفضل، ده كتاب الله يعني، بعد هداية ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتشجع وانزل المسجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ربنا ينجينا من شر هذا اليوم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا يرزقنا جميعا شرف زيارة بيته الكريم والراحة فيه، وشرف لقيا الناس المحترمة اللي بنقابلهم في صلاة الفجر وباقي الصلوات، والأطفال المحترمين الجمال اللي بنشوفهم في المساجد. وربنا ينولنا دايما حب الإيمان وتذوق حلاوته. ربنا يهدي الجميع، كل واحد في طريقه. ويا رب يا جماعة نتعلم ما نحكمش على حد. ممكن واحد يبص على حد ما بيصليش يقول عليه ده ضايع، ده ما بينزلش، ده ما بيصليش، ده انا ما بشوفوش، ده حتى ما بيركعهاش، ده حتى الجمعة ما بينزلهاش. بس سبحان الله، أنت تريد وأنا أريد، والله ألطف وأكرم وأرحم مني ومنك، ويفعل ما يريد. والهداية دي من عند ربنا. نتعلم ما نحكمش على حد، ونسيب كل واحد في طريقه يقرب من ربنا بطريقته،
واحنا نساعده وما نكونش فتنة ليه، ما نضايقوش، نساعده وما نكونش فتنة ليه. أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورنا كلنا للدخول في بيوت الله، وإنه يجعلنا من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم برجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإن شاء الله فجركم جميل وصباحكم جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.